مساء الخير عليكم، عم زينهم بيحييكم في زينهم في الترند. طبعا النهارده هنمشي بمثل عشمني فيه وغدر بيا، عشان العشم قتلني على نفسي زعلني. وده قانون النهارده في الماتش، ان انت تفضل فايز لحد الدقيقه 80 وتفضل متعشم بالنتيجه اللي انت بتلعب بيها، وان انت كاسب 2-0 وهوبا مره واحده يجي فيك جون، فده اللي عشم كده ساعتها المفروض ان هو يموت. عشان يبتدي الماتش من البدايه، ان الوداد اول ما بيبتدي ان هو يدخل بيحاول يضغط على الاهلي، عشان بعدها كولر يكشف الملعب، يبتدي يقرا فكر الوداد ويبتدي يغير في التشكيله ويخلي اللعيبه تلعب. ومن هنا بقى شوط اول طبعا الاهلي ماسك كوره ولعبه من هنا ولعبه من هنا، وما شفناش الوداد خالص، وقلنا ما شاء الله الله اكبر، عشان يطلع لنا كمان حارس ما شاء الله اكبر عليه ابن الوز عوام مصطفى شوبير. بما اننا كنا خايفين طبعا عشان الشناوي مصاب وعلي لطفي مصاب، وكنا طبعا حاطين ايدينا على قلبنا وبنقول ازاي مصطفى شوبير هيخش ماتش زي ده وهيلعب وهو ما عندوش خبره سابقه. بصراحه ادى ماتش عمره، عشان بعدها قبل ما الشوط الاول يخلص حسين الشحات يلعب كوره كده عرضيه لبيرسي تاو اللي هو يعتبر من نجم المباراه، بس طبعا بعد حسين الشحات، لان حسين الشحات النهارده الماتش بنكهه حسين الشحات، وده اللي خلاه ان هو طالع زعلان ويرفعها لبيرسي تاو، وبيرسي تاو بدماغه يجيب الهدف الاول عشان يخلص الشوط الاول، وكلنا نقول الحمد لله اقترب الحلم واقترب خلاص البطوله، وهنرفع الكاس وهنرفعه كمان فين؟ في المغرب قدام الفريق اللي كسبنا السنه اللي فاتت، عشان ننزل الشوط الثاني بعدها برضو الفرص تضيع مننا وما نعرفش نترجمها، لدرجه ان في كور تبقى قدام الجون وسهله جدا ان هي تخلص، بس ما تفهمش نيجي قدام الجون وتحس ان في عفريت لبسنا والكور يا اما الحارس يصدها يا اما نغلط. طب ما يلعب السهل عشان ابتدي اتفاجئ الاقي ان الوداد يبتدي يمسك كوره. من هنا بقى جه الفكره، ابتدينا نلعب على المرتدات عشان محمد هاني يعمل عرضيه حلوه لحسين الشحات اللي هو نجم المباراه بلا منازع، عشان حسين الشحات يلعبها لكهربا وكهربا يشوطها ويجيب الهدف الثاني. طبعا ما ننساش الجمهور وكل اللي في الملعب واللي بيتفرجوا على الماتش، فرحنا من قلبنا وقلنا الحمد لله كده قربنا وخلاص النهائي والبطوله وافريقيا هتبقى عندنا. نيجي بقى للنقطه المهمه هنا بقى، السؤال جبنا الهدف الثاني وابتدينا ان احنا نريح نفسنا، ليه كولر ما عملش التبديلات؟ ليه ما غيرتش في التشكيل في الملعب؟ ليه ما لعبتش دفاعي شويه؟ ليه ما نزلتليش قفشه او السوليه؟ يعني عندك مثلا حسين الشحات لقيته ان هو ابتدى ان هو يتعب بالرغم ان هو عامل ماتش عمره، طلعه ونزل عبد قادر، على الاقل ساعتها كان في وقت غلطه علي معلول بتاعه الجون كان ده هيبقى لسه نازل فريش وهيلحق الموقف، لكن التاني كان قدام، وده ما يمنعش ان احنا خلاص استهبلنا عشان كوره زي بتاعه كهربا اللي تضيع وكنا ممكن نجيب منها الهدف الثالث وننهي الماتش على كده حتى لو جه الجون فينا. بس لا، كولر برضه مصمم ان هو ما يعملش التبديلات بتاعته بالرغم ان هو لحد الدقيقه 80 عامل ماتش عالمي وعرف يقرا فريق الوداد كويس وعرف ازاي ان هو يغير الماتش لصالحنا، عشان بعد الدقيقه 80 نتفاجئ بعلي معلول يغلط غلطه ينتج عليها مرتده علينا وبرضه يرجع يصلحها وترجع له تاني بس يطلعها اي كلام، عشان بعدها الوداد يجيب الهدف الاول، الهدف اللي خلانا كلنا فقدنا الامل، الهدف اللي يخلينا اقول مكسب بطعم الهزيمه. طبعا واحد يسالني ويقول لي ليه يا عم زينهم مكسب بطعم الهزيمه؟ انا اقول لك لان فريق الوداد زي ما انت شفت كده بعد ما جاب الهدف ابتدى ان هو يقع في الارض وابتدى ان هو ياخر ويضيع في الوقت زياده كمان، وكل ده ليه؟ عشان هو عارف على ملعبه بيلعب ازاي، عارف ان هو يوم ما يطلع من الماتش خسران 2-1 سهل بالنسبه له ان هو يجيب هدف هناك لانه بيلعب وسط جمهوره. وطبعا مش محتاج اتكلم عن جمهور الوداد لان احنا عارفين الضغط اللي بيعمله في الماتشات هناك، فمن هنا اقول لك فوز بطعم الهزيمه، لان انت كنت هتروح هناك لو كاسب 2-0 هتبقى مرتاح، حتى لو جه فيك هدف برضه انت كسبان، حتى لو جه فيك هدفين برضه اسمك متعادل، لكن دلوقتي هم لو جابوا فينا جون كده راح علينا النهائي. وخد عندك بقى طبعا الوداد لو جابوا جون هيقعد لك طول الماتش بقى يضيع لك في الوقت وده يقع في الارض
ويبتدي يعملوا مشاكل. هنا بقى لازم كولر يتكلم مع اللعيبه، وهنا يلمهم ويقول لهم ان ماتش العوده هيبقى فيه ضغط جمهور، بس لازم ان هو يقنعهم ان هم ما يتاثروش بالضغط ده، ويخلي نفسيتهم كده مرتاحه وبيلعبوا الماتش بدون توتر. واظن احنا واخدين على اجواء دي، احنا يعتبر خدنا خطوه للنهائي، ومش بقى غير حاجه بسيطه، عايزين نشيل بقى افريقيا ونفرح. وارجع واقول افريقيا مش هزار، افريقيا للابطال، ومبروك للنادي الاهلي. ولو انت اهلاوي تنساش تعمل لايك وتعمل كمان سبسكرايب، وتنزل تحت تكتب في الكومنتات افريقيا يا اهلي. اقول لكم على حاجه كمان، سديتوا نفسي. طب والله العظيم تاني ما انا مكمل الفيديو. سلام.